اوعى تعمل زي عبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. عبد العظيم ده واحد صاحبي زي كل الناس اللي بتدي ودنها لبليا الميكانيكي. عربيته كانت بتسخن معاه وراح لبليا الميكانيكي قال له لازم نلغي بلف الحرارة او سرموستات الكوعة. ومن يومها وهو عمال واكل دماغي وبيندب ان عربيته بتاكل بنزين، عربيته مخنوقة في السحب. طب ما هو لازم ده يحصل عشان لغيت سرموستات الكوعة او بلف الحرارة. في الفيديو ده كملوا معايا هفهمك ده وظيفته ايه، وان مستحيل تلغيه في عربيتك عشان ده هيضرها. كمل معايا الفيديو وهتستفاد. يلا بينا. في منتهى البساطة سرموستات الكوعة او بلف الحرارة هو سرموستات ما بين الرادياتير والموتور. ده بيحجز المية او بيحبس المية جوه الموتور لغاية لما توصل لدرجة الحرارة المثالية اللي بتاخد من بعدها افضل اداء باقل استهلاك بنزين. ولما بيحس ان درجه الحراره دي هتعلى عن الدرجه المثاليه اللي هي غالبا بتكون هتكسر درجه حراره 90 درجه مئويه، بيبتدي ان هو يتمدد ويفتح ويسمح بمرور الميه من الموتور للرادياتير، بحيث الرادياتير يبرد الميه ويرجع ترد منه تاني ترجع جوه الموتور، وهكذا ويعيد الدوره اكتر من مره رايح راجع. لما بيحس ان درجه الحراره بتزيد عن درجه 90 درجه مئويه بيبتدي ان هو يفتح عشان ما يخليش درجه الحراره تعلى عن 90 وتضر باجزاء الموتور الداخليه. درجه حراره 90 دي بتكون درجه الحراره المثاليه اللي بيكون فيها الزيت في افضل لزوجه ليه، اللي بيسمح من بعدها بحدوث افضل اداء للعربيه باقل استهلاك بنزين واستقرار لدوران حركه الموتور الداخليه والحفاظ على اجزائه الداخليه اطول فتره ممكن. لما العربيه بتسخن من ناس كتير جدا وبيلغوا ترموستات الكوعه، انت كده بتدمر الموتور حرفيا مع الوقت، لان ترموستات الكوعه ده بيحافظ على درجه الحراره على المدى الطويل وبيخليها على درجه الحراره المثاليه اللي بتاخد منها افضل اداء باقل استهلاك بنزين. ترموستات الكوعه لما بيبوظ وقتها ممكن يعلق معاك على القفل، وساعتها العربيه درجه الحراره بتاعتها بتعلى، او بيعلق على مفتوح، يعني بنقول ترموستات الكوعه مفتوح، وساعتها العربيه بتبرد كل ما بتمشي وبيخبط فيها الهواء في الرادياتير قدام بتلاقي درجه الحراره او المؤشر الحراره بينزل معاك عن الطبيعي. ودي مؤشرات على عدم عمل ترموستات الكوعه بالشكل الصحيح او تلف ترموستات الكوعه. وقتها ترموستات الكوعه بيحتاج لتغيير. لما بنلاقي العربيه درجه الحراره لما بنجري او لما بنمشي وبيخبط فيها هواء بتنزل عن المعدل الطبيعي، ده معناه ان ترموستات الكوعه معلق مفتوح، او لو علق مقفول ده بيخلي العربيه تسخن جدا وده بيكون في وضع كارثي. في النهايه ترموستات الكوعه او بلف الحراره يفضل تغييره كل سنتين، او لو حصل فيه خلل زي اللي احنا قلناه اللي هو لو علق مقفول او علق مفتوح، عشان تتفادى مشاكله اللي هي ممكن تضر جدا بموتور العربيه على المدى الطويل، وممكن تاذي موتور العربيه لو العربيه مسكت حراره. وفي النهايه ده كان فيديو من فيديوهاتنا القصيرة، وانا كريم من قناة كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.